الاهلي بينجح في تخطي دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، ومن ثم وصلنا لمرحله المجموعات، ومن ثم وصلنا للقرعه وبالتالي تصنيف. طيب تصنيف الاهلي وتصنيف باقي الفرق من الافريقيه، تصنيف الاهلي وتصنيف باقي الفرق الافريقيه، وبالتالي ده اللي على اساسه هتقسم المجموعات، وبالتالي على راس كل مجموعه اول التصنيف ثم يليه ثاني التصنيف وهكذا. طيب في مفاجاه حصلت، انه فرقه اللي هي اسمها سانت إلوي لوبوبو، الفرقه دي طلعت فرقه اورلاندو الجنوب افريقيه اللي هي طبعا بتنافس سان داونز في جنوب افريقيا، طلعتها من دور ال 32، وبالتالي عبرت الى دور المجموعات، وفرقه اورلاندو لم تعبر لدور المجموعات، وبالتالي في مفاجاه من العيار الثقيل. يعني طبعا الفرق المتاهله لدور المجموعات الاهلي والهلال السوداني وسانت إلوي لوبوبو وافريكانز، ريفرز يونايتد من نيجيريا، بترو اتلتيكو، شبيبة القبائل، الجيش الملكي، سيمبا التنزاني، سان داونز، ترجي، باور ديناموز، الملعب المالي، مولودية الجزائر. وبعد كده هنستنى الفائز من بيراميدز والتأمين الأثيوبي، والفائز من نهضة بركان والأهلي الليبي. كده يكتمل دور ال 16 و16 فرقة يكونوا صعدوا. طيب جاء في التصنيف الأول الأهلي في التصنيف الأول معاه سان داونز ومعاه الترجي وسيمبا، كده الأربع مجموعات، الأربع مجاميع، أهلي وسيمبا والترجي وسان داونز. طيب التصنيف الثاني هلال سوداني، يانج أفريكانز، وبترو أتلتيكو والجيش الملكي. التصنيف الثاني. التصنيف الثالث طبعا هينضم بيراميدز. التصنيف الثاني في حال عبوره على حساب التأمين الأثيوبي، لو عبر التأمين الأثيوبي انهم هتعدوا 1-1 تقريبا، لو عبر التأمين الأثيوبي هيبقى مضاف للتصنيف الثاني. التصنيف الثالث مولودية الجزائر وريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل والملعب المالي. والتصنيف الرابع سانت إلوي لوبوبو اللي هو الكونغولي، وباور ديناموز الزامبي، والتأمين الأثيوبي في حال التأهل هينضم للتصنيف الرابع، والأهلي الليبي برضه في حال التأهل. هنا عندنا كده الفرق اللي تأهلت لدور المجموعات، والفرق فاضل فرقتين